كيتمشى على 1000 درهم، ديال 2000 درهم كيتمشى على 2000 درهم، ديال 10000 درهم كيتمشى على لا صالير ديالو ديال 10000 درهم. غتقولي لي لا وانا وغندير لا، غنقول لك هذه ما كايناش، هذه قاعده ديال الحياه. سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم انا ما غنكثرش عليكم، هانتوما كيف ما تشوفوا حتى من هذوك الاظرفه اللي انا دايره. المهم ما تضحكوش عليا، راه جيت بغيت ناخذ هذوك لي بوشيت اللي تيتباعوا، لقيتهم دايرين 130 درهم، عاد شحال المهم فيهم نقول خليهم حتى شي نهار ان شاء الله وغادي ناخذهم. المهم شوفي حتى انت تقدري ديري بحال الطريقه ديالي. ها نتوما خدي وراق، حيت انا ما عنديش الوراق ديال البنكه، ما كيوصلوش هنا، كيوصلوا في ديال مول الدار، كيوصلوا في دارهم، يعني ما كيكونوش عندي دوك البروات ديال البنكه. وعرفتوا عكست انني ناخذ هذوك البروات العاديين ودغيا غادي يتشرطوا. اللهم قديت بهاد الوراق هادو. ها نتوما شوفوا دابا مثلا هادو ديال اللحوم، درت الاسبوع الاول، درت الاسبوع الثاني، ياك درت الاسبوع الثالث، درت الاسبوع الرابع، فلا داعي باش انني غادي نكثر عليا. نتوما الادوات راه غير ديال بنتي. هذا واحد الكتاب كان عندي ديالي كنت كنقرا فيه في سميتو ايوا صافي. هنايا المهم هنا كاين اظرفه اخرين ديال هنايا ديال الخضر والفواكه. هانتوما كل اسبوع دايره ليه مثلا الظرف ديالو، وكل اسبوع شحال كان كيبقى ليا منه مثلا. صافي هنا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي انايا. ما نرد هادشي لبلاصتو، شارك لكم واحد التقسيم اللي صراحه هو زوين بزاف واكيد غادي ينفعك. المهم هنا بسم الله على بركه الله غادي ناخذ واحد الميزانيه ديال 2000 درهم، وتقدروا تطبقوا حتى مولات 2500 درهم او لا 1500 درهم صراحه كيبقى، لانه واخا تشوفوا 2000 درهم راه كيشاد منها الخير والبركه. نبداو على بركه الله. هنا درنا الهري 400 درهم، غادي نحاولوا ما امكن ما نفوتوش هذا العدد ديال 400 درهم. المهم غتشوفوني رانا بديت هنا في الاسبوع الاول، وغتشوفوا عندي هنا التوفير بقات فيه 0 درهم. غادي نشرح لكم علاش، وهنا الاسابيع الاخرين مازال ما وصلناش عليهم. وهنا غادي اكيد غنشارك معكم الادخار شحال بقى ليا، وغادي نقول لكم حتى الطريقه اللي انا غادي عليها، وان شاء الله غادي تنفعكم. المهم هنايا علاش بقات لي 0 درهم غادي نشرح لكم. هنا نبداو اول حاجه بالهري. الهري واحد الحاجه اللي هي جد مهمه، اللي كنت انا في الاول غافله عليها. مثلا ما كتحسبيهاش، كتحسبي غير شحال غتقضي في الخضر والفواكه وداكشي. لا، الهري من اهم الحوايج، كتشوفي منه الاساسيات فقط. اشنو هما الاساسيات؟ اكيد كل وحده وعلى حسب الاحتياجات ديالها. كاينه اللي كتاكل القطاني بكثره كتاخذهم مملولين، كاينين اللي ما كتاكلهمش بكثره، مثلا وليداتها ما كياكلوهمش. بحال الحاله ديالي انا مثلا كيضروني بزاف المصران، يعني كناخذ منهم قليل، وليداتي صغار ما كيبغيوهم لياش بزاف. داكشي علاش المهم كل وحده فيكم غادي تشوف ما تفوتيش ما بين 400 حتى 500 درهم كديريها في الهري. كتمشي اول حاجه ما كتشدي الظروف ديالك كتمشي للهري مباشره، غادي تكون اول حاجه. ما تقوليش غادي او لا، غتشدي هذوك الفلوس غادي تديرهم في واحد الظرف. كيف ما قلت لكم ظرف من الاظرفه ديالك كتكتبي فيه الهري. حتى انا راه كاين عندي تما كاتبه فيه الهري، كتحطي فيه 400 درهم باش ما كتوصليش عليها. هنا بالنسبه للتقسيم الاسبوعي درت لكم الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، والاسبوع الرابع. درنا حنا انه الشهر فيه 4 ديال الاسابيع. ما تقوليش راه واحد في الشهر هو البدايه ديال الشهر ديالي، لا، كتكتبي التاريخ ديالك. مثلا 25 ماي مازال ما وصلنا عليها، نقولوا مثلا 25 ابريل. شديتي مثلا المصروف ديالك كان هذاك هو النهار الاولاني، تما كتكتبي، كتمشي لاجوندا كتكتبي 25 ابريل شحال غيبقى من تما الاسبوع الاخر شحال فيه. مثلا 25 ابريل غادي تجي في، المهم هنا حبست مشيت مع المثال اللي عطيتكم. قلنا 25 ابريل جات فيها الاسبوع الاخر هو 2 ماي. من 2 ماي هنا غينتهي عندك الاسبوع الاول، فهمتي؟ عندك هنا 25 ابريل مثلا حتى ل 2 ماي، هنا غينتهي عندك الاسبوع الاول. امتى غيبدا عندك الاسبوع الثاني؟ 2 ماي حتى ل 9 ماي، فهمتي؟ هذا هو الاسبوع ديالك، وكتبقاي غاديه حتى كيسالك الشهر ديالك. ما تقوليش انا خصني ضروري نبدا نهار واحد، لا، علاش غنبدا نهار واحد؟ ماشي ضروري تبداي نهار واحد، لا، غتبداي النهار اللي خديتي فيه المصروف ديالك اول مره. سي بون صافي. هنايا غادي ندوزو. هنا درنا 100 درهم ديال اللحوم. بالنسبه للعائله ديالي باقا صغيره، يعني وليداتي باقيين صغار. المهم بالنسبه لي انا 100 درهم كافياني، حيت الزوج الكريم تيساعدني واحد شويه في اللحوم. بطبيعه الحال غادي تكون كافياني 100 درهم في الاسبوع الاول. وهنا درت 150 درهم فيها خضر وفواكه. 150 درهم بالخضر والفواكه راه ما شاء الله كتكفيني وكتوفيني. علاش؟ لانه دي فوا ما كنستعملهاش كلها، وداكشي اللي كيبقى ليا من هنا كنضيفو لهنا. هنا علاش الاسبوع الاول بقات لي فيه 0 درهم؟ لانني تقديت واحد القضيه كثيره.
الا درتي 250 درهم كامله كوني اكيده غتدوز لك 10 ايام. انا هادشي اللي اكتشفت انه المقضيه الا خديتي الا ما وفرتي منها والو كتبقى عندك واحد 10 ايام. اما الا جيتي تقولي 150 درهم ما توصليش عليها في اسبوع كامل وفيها خضر وفواكه، بطبيعه الحال العائله الكبيره راه ما مثلا ناس كبار افراد كبار ما غاديش يكونوا تيخسروا 2000 درهم في المطبخ، غادي يكونوا تصرفوا 3000 درهم 4000 درهم. غادي لولا كانوا ناس كبار غادي يكون معك واحد الولد خدام او واحد البنت خدامه، يعني غادي يكون تيساهم في المصروف. فهمتوا؟ يعني العائله الكبيره كتكون شكل، العائله الصغيره كتكون شكل. دابا انا كنهضر على العائله الصغيره اللي بحالي، مرا مع راجلها مع وليداتها، اكيد هاد 150 درهم غادي تكون فايتك وفايتك لديك الشيء ان شاء الله. الله يطرح لنا فيها البركه. هنا هاد الشهر بقات لي فيه 0 درهم، هذا الاسبوع عفوا بقات لي فيه 0 درهم، ولكن كيف قلت لكم تقديت بها كامل هاد 250 درهم، ما شيط منها حتى شي ريال. ولقيت بانه ديك الخضره اللي تقديت تقدر تكفيني حتى 10 ايام كيف قلت لكم. وجاتني واحد الفكره في راسي انني نقدر نحول هذا الاسبوع هذا كامله الاسابيع كامله ل 10 ايام. واخا دابا ما نكلفكمش معايا، نبقاو غاديين. الاسبوع الثاني كذلك الحاجه اللي غادي تشات ليا غادي نكتبها هنايا، الحاجه الاخرى غادي تشات ليا مثلا هنا الاسبوع 250 درهم غنكتبها هنايا، والحاجه اللي شات ليا من هنا غادي نكتبها هنايا. ومن طبيعه الحال بقات لي شي حاجه من الهري، واخا انا كنظن 400 درهم ما غاديش تبقى لك منها حتى شي حاجه، ما بين 400 500 درهم كنظن ما غتبقى لك منها حتى شي حاجه. ولا قدرتي انك توفري كل حاجه كيف نقولوا ديك كرتونه ديال الشهر الاخر، واخا انا تيبان ليا صعيبه بزاف باش ما نتفلاش عليكم ونقول لكم لا راه ديري منها، لا ما يمكنش. عاوتاني تاني بقى على حسب، لانه كتبغي تاخدي مواد تنظيف كيديو لك شويه ديال الفلوس، كتبغي تاخدي شامبوان، كتبغي تاخدي شحال من حاجه. المهم انا كتبان ليا 400 درهم شي شويه قاصحه. وعاد نصحك بواحد الحاجه اللي هما الاسواق الكبرى اللي كيبيعوا الهريات، عرفتوا لي سوبر مارشي الكبار بحال دابا حنا عندنا في مراكش اعتقدوا. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو، تنتمنى انه يكون واضح. هذا هو. وفي اخر الشهر ان شاء الله غنشارك معكم الادخار وشحال كيبقى لك وشحال كتوفري وهكا كتبقاي. وداك الفلوس اللي كيبقاو لك دابا مثلا لحد دابا مثلا هذا الاسبوع الثالث مازال ما وصلناش عليه. الاسبوع الثالث هذا ديال اللحوم، ها هي فيه 100 درهم ديال اللحوم. فاش غادي يوصل الاسبوع الثالث اللي غادي تكون هو هذا، انا المهم كل اسبوع عندي وكاتبه فيه التواريخ، ماشي هما هادو اللي باغي يشاركوا معكم، كاتبه فيه التواريخ زعما اش من نهارات. وحتى النهارات تيختلف كاين واحد الدور. غادي نوض غادي نمشي غادي نهز هاد 100 درهم من الاسبوع الثاني او فهمتوني. غادي نشدها، غادي نشد 100 درهم غادي نديها عند معايا نتقدم منها اللحوم. وداكشي اللي غادي يبقى ليا من هذيك 100 درهم غادي نكتبو هنايا، وداكشي اللي غادي يبقى ليا من هاد 150 درهم غادي نكتبو هنايا. ما غنستعملوش، غنخليه في هذا الظرف هذا ديال اللحوم، غيبقى في درج ديال اللحوم، وديال الخضر والفواكه غيبقاو خضر والفواكه. وفي اخر الشهر غادي نجي وغادي نشوف شحال بقى ليا، وهذاك اللي بقى لك هو التوفير. انا هكا تيبان ليا. اما باش تقولي ليا غادي نوض غادي نشد وغادي ندير، غادي نحيد مثلا منها واحد العدد عاد غادي نشيط منه، انا كنصحك بانك ما ديريهاش، لانه غير كترهقي على راسك، كتولي كتلعبي في واحد الميزانيه اقل من الميزانيه ديالك، ما اكيد ما غاديش توفقي. اكيد مثلا كنتي كتشدي، واخا نشوفوا نديروا لك اخرى نشرحها لكم وما تستهنوش بقوه القلم. راه الله سبحانه وتعالى من اول الاشياء، اول حاجه خلقها في سميتو هو القلم. وفي اول كلمه بتنزل في القران هي اقرا، هي سورة القلم. وما تنساوش بانه اي حاجه دارها لنا الله سبحانه وتعالى الا ولا فيها البركه. ما تستهنوش بهذه القوه ديال القلم والورقه، راه شي حاجه واعره. مثلا كنتي كتشدي 2000 درهم ياك، مثلا كنتي كتشدي 2000 درهم وتقولي مع راسك علاش انا ما نديرش بحال وحده كتشد 1000 درهم وغنوفر 1000 درهم. مثلا مولات 1000 درهم كتبقى ليها نقولوا كتبقى لها واحد 100 درهم مثلا او 150 درهم ياك، كتوفرها هي كتقاتل مع راسها حتى كتوفر هذيك 150 درهم. مولات 2000 درهم اش تقول الا كانت مولات 1000 درهم كتوفر 150 درهم وانا عندي 2000 درهم، علاش ما نديرش بحال مولات 1000 درهم ونولي نوفر 1150 درهم مثلا. ما غاديش
واخا تقولي لي ما عرفت اشنو علاش، لانه صالير ديال مول 1000 درهم كيتمشى على 1000 درهم، ديال 2000 درهم كيتمشى على 2000 درهم، ديال 10000 درهم كيتمشى على صالير ديالو ديال 10000 درهم. غتقولي لي لا وانا وغندير لا، غنقول لك هذه ما كايناش، هذه قاعده ديال الحياه، كل وحده وكتمشى على حسب. لانه انت باش تقولي لي غادي تنزلي ال 1000 درهم اولا مول 1000 درهم غادي ينزل المول 800 درهم، لا غنقول لك لا، ما غاديش يقدر مول 1000 درهم ينزل مول 800، ما يقدرش مول 2000 ينزل مول 1000، ومول 3000 ما يقدرش. علاش؟ حيت تجيك سبحان الله العظيم قاعده ديال الحياه. انت غتقولي عندي انا 2000 درهم، عندي هاد 2000 درهم صافي، هذه هي اللي عندي، هذا هو الرزق اللي عطاني الله. هنا فين غادي نشوف؟ ما غنشوفش في مول 1000 وما غنشوفش في مول 3000. صافي غنبقى انا في هاد ال 2000 درهم تندور، وفي هاد ال 2000 درهم هي اللي غادي نخرج منها، مثلا نخرج منها توفير ديال ملابس، ياك ملابس ديالي، غنوفر منها مثلا احتياجات اخرى. المهم راكم عارفين مستلزمات نسائيه، شحال حاجه كتحتاجيها، كتحتاجي شي حاجه نقدر نوفر منها مثلا الذهب، واخا تبان لك شويه صعيبه، ولكن علاش؟ كلشي قريب عند الله. الا درتي واحد المجهود بواحد نقولوا واحد العام ديال الخدمه، مثلا واحد العام ديال الخدمه، واحد العام وانت خدامه، تقولي لي واش انا قاعده في الدار وخدامه؟ لا خدامه، لانه كتشوفي هاد 2000 درهم كتمشي كتقدي الخضره في النهار اللي كيكونوا مثلا ناقصين فيها السوق، مثلا كيكون الاثنين وكيكون الجمعه، ياك هاد النهارات هادو. واخا هاد النهار ديال الجمعه انا ما كنفضلش، كيكون فيه الخضره، كتكون فيه شويه رخيصه في العشيه ماشي بالنهار، بالصباح، ونهار الاثنين كتكون فيه. وبالنسبه للحوت كيكون رخيص الخميس، لانه كيكون لغد الجمعه كيكونوا كيبيعوا ويحيدوا عليهم هذاك الحوت اللي كيبقى في الخميس. صافي. واش اخر؟ بالنسبه للهري داك ممكن تقديه ديري شنو تاخذي نهار الاربعاء مثلا، خصي واحد النهار ديال الاربعاء ديال الهري، هذا كيكون مره واحده في الشهر، يعني هذا ما عندكش فيه مشكل. وبالنسبه للسبت والحد خلي يا اختي عندك حتى الله ما ديري فيه، المقديه ديالو كتكون شويه طالعه في الثمن، ولكن ضروري ما كتخرجيش مرات كتبي تقدي منه شي عرض. المهم حنا غير كنقولوا والكمال على الله. كاينه اللي كتخرجي نهار الاثنين وكتقدي خضيره، كاينه اللي كتخرج نهار السبت وما كتلقاش داكشي اللي بغات. المهم على حسب داكشي كيبقى رزق وصافي، كل واحد ما كياكل غير داكشي اللي قسم ليه الله. كنتمنى نكون شرحت لكم. وها واحد الحاجه اخرى، هانتوما البنات، هانتوما بالنسبه لهذا التقسيم هذا اللي عطيتكم ديال هذا ملي كتحسبي 400 250 على 250 على 250 راه كتلقاي هنا بقات لك واحد 600 درهم. علاش قلت لكم انا هنا الهريم ممكن ديري فيه حتى 500 درهم باش تقدك، راه كتبقى لك، نقول هنا درنا 500 درهم استثمار، غتبقى لك واحد 500 درهم. يعني هذا الشيء كله ملي كتبقى لك في واحد 500 درهم عطا الله ما كديري فيها. تقول لي شنو هذيك كديري ثاني فيها؟ مثلا ضيف جا عندك، كنتي خارجه بغيتي تخرجي وليداتك، كنتي دايزه تهيتي شي حاجه وبغيتي تاكليها، بغيتي تاخديها، واحد الناس بغيتي تعشي على برا. المهم كتبقى بحساب انتي واشنو كديري. المهم ان شاء الله كنتمنى يعجبكم هذا التقسيم اللي درت معكم. خليو لي لايك ديالكم يعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات، غادي نبارطاجيو معكم، نبقى نبارطاجيو معكم، عندي بزاف ديال الافكار ان شاء الله نشاركهم معكم. ايوا صافي البنات، هادشي اللي كاين. كنتمنى من الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، خليو لي لايك ديالكم وقولوا لي كيفاش جاكم هادشي اللي بارطاجيت معكم، وكيفاش جاتكم الهضره ديالي اللي قلت لكم. يلا فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه، ما تنساوش لايك.